رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال الجنوب، وحدات رمزية من القوات المسلحة والأمن جاهزة للاستعراض. قائد العرض العميد الركن علي بن علي الشاعري. أخي أسعدتم بالخير صباحا ضباط وجنود القوات المسلحة الجنوبية الباسلة. على وقع ضربات ثورة أكتوبر المجيدة وقبل 58 عاما وقف السير هنيفر تريبليان آخر مندوب سام في العاصمة عدن على سلم الطائرة التي سوف تقله إلى بلده إنجلترا كرها، فيما الجوقة الموسيقية على حامية الطائرة إيجل هناك على مقربة من ساحل أبين تعزف ذلك الرحيل الحزين. إن الأمور تسير ليس كما كان في السابق، كان عزفا يليق بمحتل أدرك بأن الجنوب أو أدرك بأن هذه الأرض ليست أرضه، وأن الجنوب العربي لم يكن ولن يكون أرضا للغزاة بل مقبرتهم على مر التاريخ. فهل ثمة من لم يفهم الدرس بعد؟ عليه أن يتلقى الدروس القادمات الأشد إيلاما وتنكيلا. سيارة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الباسلة، نرحب بك عاليا يا من أسست هذه القوة الباسلة من الطلقة الأولى إلى هذا العرض العسكري المهيب، إلى هذه الانتصارات والأمجاد التي نجدد فيها مجد نوفمبر ونسير بها بقيادتك الحكيمة على درب ثورة أكتوبر. قد بدأ العرض العسكري
58 بالعيد الوطني للاستقلال الأول لوطننا الجنوب العربي لنمجد ونعظم أبطال ثورة أكتوبر ونؤكد بأن أكتوبر هو مسار النضال المتجدد وأن نوفمبر الأغر هو النصر وهو العيد وهو الهدف القانوني إن شاء الله. هو الاستقلال الذي خضتم رايته ورفعتم رايته يا سيادة الرئيس القائد في الداخل والخارج، وها هو يتجسد على أرض الواقع يوما بعد يوم مع كل يوم صبر لشعبنا الجنوبي ومع كل لبنة بناء لقواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة، هذه التي ترسل رسائلها للداخل والخارج للعدو والصديق معا. لن تكون إلا الأداة العليا، السيف الحاسم، الكف والنفاس للوطن الجنوب العربي، لن تكون إلا رأس حربة في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. نوفمبر هو المجد الذي لا يمكن التفريط فيه، هو الذي نجدده اليوم، وهو من حكم نفسه عهد ووعد. أما المجد فهو الذي ندعو به اليوم هنا في ساحة العروض، ندعو به قواتنا المسلحة الجنوبية بالجبهات الحدودية وبنظام انتشارها من سمكها إلى ميون ومن باب المندب إلى باب غلق ومن جبال شيبان كرش إلى بيحان شبوة ومن وادي عمران إلى وادي حسين حضرموت. أما العهد والوعد فهو لك يا سيادة الرئيس القائد ولشعبنا ولشهدائنا وللوطن الجنوب بأن نمضي التغيير الشجاعة الحكيمة حتى تحقيق الاستقلال التاريخي في وطننا الجنوب العربي، وهو لم يعد بعيدا. هو الآن يخطو بهذه الخطوات الرتابة، هو الذي يمضي أمامنا الآن، هو الحاضر بيننا بمجد أكتوبر بل المستحضر بالمجد بكل أبوابنا. قسما بمن أودعت فيكم هذه الشجاعة والنخوة، قسما بمن جعلكم خير أجناد الجنوب العربي، لن ترفع راية غير راية الجنوب التي تحملونها، قسما أن كل يد تمتد نحو الجنوب ستقطع وسيعود صاحبها بدونها، لأنكم السيف المختار. من خلالكم نرفع تحية لزملائكم رفاق السلاح، زملاء السلاح في الجبهة الحدودية وحيث نظام الانتشار والمواجهة والمهام. نقول لهم إنكم والله الضاربين بصواعدكم وأقلامكم على صخر الصدور والقارات. ثقوا أن الجنوب العربي الذي بذلتم فيه أرواحكم ودماءكم رخيصة قد عاد يتجسد على أرض الواقع. شكرا للسرايا الاستعراضية، شكرا لكم يا أبناء الجنوب. ما زالت سرايا الاستعراض الرمزي لقواتنا المسلحة الجنوبية احتفاء بالعيد الوطني الجنوبي الأول للاستقلال 30 من
المعادلة التي إن تحركت تغيرت وتلاشت كل المعادلات وكل المسارات التي الخاطئة، ولا معادلة ثابتة إلا واحدة لا سواها، لا أمن ولا استقرار بدون استعادة دولة الجنوب العربي واستعادة مكانتها في معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. هذه المعادلة تنطلق من تمسكنا بثوابت شعبنا الجنوبي، وتنطلق أيضا بشواهد تاريخية وطنية جنوبية قائمة بالقيام، تنطلق أيضا بالحفاظ على تمسكنا بعلاقاتنا الوثيقة والمتينة بأشقائنا في دول التحالف العربي
تماما إن بتلاحمنا واصطفافنا خلف الرئيس القائد عيدروس الزبيدي شعبا وقوات مسلحة هو الخيار الذي لا يمكن التفريط به، كما لا نفرط بمجد نوفمبر وأكتوبر.